انا مش عايزه ابني يحس بالغيره من اخواته او من اي حد تاني. انا مش بحرمه من حاجه، فليه يحس اصلا بالغيره؟ المشكله مش في الشعور نفسه بتاع الغيره، المشكله في طريقه التعبير عنه. يعني هل انا مثلا هكسر الحاجات وهبدا اضرب اخويا لما احس بالغيره، ولا هبدا اميز ان شعور الغيره ده هو مش غضب ومش حزن، هو مجرد شعور بالغيره، فابدا اسميه اصلا ان انا دلوقتي حاسس ان انا غيران. طيب انا غيران ليه يا ترى؟ انا ايه اللي حصل بالظبط خلاني احس بالغيره دي؟ دوري انا بقى كأم او اب ان انا ابدا اعلمه مسميات المشاعر دي. يعني مثلا الفرق ما بين الغيره والاحباط والحزن والغضب لازم اميز، لان كل شعور جاي برساله معينه. يعني مثلا انت دلوقتي حاسس ان انت غيران، طيب انت محتاج ايه؟ ايه اللي حصل اصلا عشان تحس ان انت غيران؟ عرفت اصلا تسمي الشعور ده ان هو غيره ولا لا؟ تمام. كل دي حاجات دوري انا كأم اني اعلمها له، وواحده واحده، اكيد مش من يوم وليله ان هو هيبدا يعرف مسميات المشاعر دي ويميزها، لان دي حاجه صعبه علينا احنا كمان ككبار. فبالتالي محتاجين ان احنا نبدا ندربه واحده واحده على فكره ان انا اسمي الشعور الاول، وبعدين اميز ايه اللي حصل اصلا علشان احس الشعور ده. انا دلوقتي محتاج ايه عشان احس احسن؟ هل مثلا محتاج اهتمام اكتر شويه؟ هل محتاج ماما تحضني زي ما حضنت اخويا؟ ولا محتاج مثلا وقت اكتر اقضيه مع ماما يكون في مرح اكتر وتسليه اكتر، علشان انا بس حاسس ان اغلب اهتمامها منصب مثلا على اخويا اللي اصغر مني بطبيعه الحال ان هو بيبي ومحتاج اهتمام اكتر. فهدفنا مش اننا نمنع المشاعر، لان ده اصلا مستحيل ان احنا نمنع عنهم المشاعر الطبيعيه اصلا اللي جايه برسائل مهمه. تمام، ومهم ان احنا نفهم. الفكرة كلها ان احنا نعلمهم تسمية المشاعر دي ويميزوا ما بينها، ويحاولوا يتصرفوا مع كل شعور على حسب الاحتياج بتاعهم بعد ما يميزوا كمان الاحتياج. ولو ماما مش قادرة تعمل ده، ممكن حضرتك تشرفينا في يوتوبيا واحنا هنساعد حضرتك في ده.